أسطورة مانشستر سيتي برناردو سيلفا. صفقة غوارديولا الأفضل الصيف الماضي. لا بديل لبرناردو سيلفا والسيتي سيعاني بدونه. كان برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي عنصراً أساسياً في تألق أبطال الدوري الإنجليزي لسنوات عديدة، ويستحق المزيد من التقدير. إن ظهور مانشستر سيتي كقوة مهيمنة في الدوري الإنجليزي وفي كرة القدم الأوروبية كان مدعوماً بمجموعة صفقات تم التعاقد معها. لقد أثبت أمثال فينسنت كومباني وسيرجيو أغويرو وديفيد سيلفا ويايا توريه وكيفين دي بروينه أنفسهم كأساطير لمانشستر سيتي في السنوات الأخيرة، وقادوا الفريق لتحقيق الكثير من الألقاب المحلية وأول لقب لدوري أبطال أوروبا. وحقق السيتي إنجازاً تاريخياً العام الماضي بتتويجه بالثلاثية، وتم اعتبار هالاند البطل الرئيسي لفريق غوارديولا بعد تسجيله 52 هدفاً، كما تلقى أمثال رودري وجوندوجان وروبن دياش الكثير من الثناء. وتم تجاهل اللاعب الأكثر أهمية في الفريق وهو برناردو سيلفا. انتقل النجم البرتغالي إلى السيتي مقابل 43 مليون جنيه استرليني من موناكو في عام 2017، وكان يحدد نظام المباريات ويوجه زملائه في الفريق لإحداث أكبر ضرر للخصوم. برناردو ليس هدافاً غزير الإنتاج، وليس اللاعب الذي يعتمد عليه السيتي لخلق الجزء الأكبر من فرصهم، لكنه هو منسقهم ويعمل بجد أكثر من أي لاعب آخر في الفريق. ويعد النجم البرتغالي أيضاً أحد أكثر اللاعبين مهارة، وكان تنوعه ضرورياً للنجاح غير المسبوق للسيتي تحت قيادة غوارديولا. ولم يكن السيتي ليصل إلى ما هو عليه اليوم بدون برناردو، ومن خلال إقناعه بتمديد عقده لمدة 3 سنوات ضمن غوارديولا قوة فريقه لأطول فترة.